السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير. النهاردة فيديو جديد ويوم جديد. الفيديو النهاردة من البيت عند ماما. هقضي معاكم اليوم ازاي بيعدي علينا اليوم هناك وازاي بنقضيه مع بعض انا واخواتي وماما. يا رب كده يبارك لنا فيها ودايما متجمعين عندها. طبعا شايفين المنظر والبهدله اللي احنا فيها. دول طبعا بقى ايه الاحفاد، انتوا عارفين بقى الولاد لما بتتجمع كلها مع بعض وبما انهم كلهم صغيرين في السن فلازم الدنيا تبقى مبهدله ودي النتيجه يعني. فاتمنى يا رب النهارده اليوم يعجبكم وتقضوه معانا واوريكم كل التفاصيل اللي احنا بنعيشها عند ماما. ربنا يا رب ما يحرمنا منها ودايما كده مجمعانا. انا بالمناسبه انا بابايا متوفي وماليش غير امي بس، يا ربنا يعني يبارك لنا في عمرها ويخليها لنا يا رب. ده بقى طبعا اليوم، وهنبدا طبعا الفيديو بتاعنا بالصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. زي ما انتم شايفين كده الدنيا كلها على بعضيها يعني. مفيش حاجه في مكانها، بسم الله ما شاء الله. الولاد ما بيخلوش حته في مكانها. هنا دي الاوضه اللي احنا بنقعد فيها اللي هي اوضه المعيشه يعني. بنبقى قاعدين فيها ناكل ونشرب وكل حاجه فيها يعني، فطبعا لازم تبقى دي النتيجه تبقى متبهدله. هنا بقى في سرير كده في الاوضه وكرسيين. طبعا السراير دي جت زياده، انا كنت مصوره لكم قبل كده كانت الاوضه دي فيها الانتريه بس لما جبنا بقى سراير زياده عشان احنا كترنا ما شاء الله احنا وولادنا، فماما راحت مزوده سراير، قالت عشان يعني ايه تبقى نايمين براحتكم بدل ما تناموا على الارض وكده، وكمان كان الشتاء بتيجي كان الجو بيبقى ساقع، فراحت مزوده السراير دي ربنا يبارك لها يا رب. وايه فاضطرينا نغير النظام، فبقى هنا في سرير في الاوضه مع الكرسيين كده، وخرجنا حاجات انا هوريكم طبعا كل حاجه بالتفصيل. فهنا الاوضه كده فيها الكرسيين دول وسرير عشان اللي يحب هو قاعد كده ينام شويه ولا حاجه يريح يعني، والتلفزيون. يعني بيت بسيط جدا وحاجات بسيطه قوي، بس الحمد لله ما شاء الله يعني إن النظافه يعني هي اللي بتبين المكان يعني، مش لازم تبقى الحاجه يعني اخر مودرن، لكن الحمد لله الاهم حاجه ان الحاجه تبقى نظيفه. هنا بقى هنا نفضت معاكم الاوضه كده وانا عماله ارغي وشلت الملايه وشلت الفرشه الارض. وهنفرش بقى المرايات مع بعض. بصوا بقى كميه الزباله اللي طالعه من الاوضه عامله ازاي يعني. الحمد لله دي شويه حاجات بسيطه كده، انا كنت لما شويه كمان قبليهم يعني، بس دول بقى ايه اللي باقيين. الشقه طبعا هناك بلاط. انا بقى بحب البلاط ده قوي بصراحه، لما بيتمسح كده بيبقى جميل. بس كنستها اهو خلاص، والسرير بقى ايه هنفرشه مع بعض، نغير الملايات برضو طبعا اكيد لازم تتغير بعد البهدله اللي بتحصل فيها. فرشت انا طبعا السرير. هنا عشان ما فيش معايا ستاند، اصلا الستاند عندي اللي في البيت مكسور يعني، فبصور كده ايه حته حته مع نفسي. بعد ما فرشت السرير وبقى ونفضت الكراسي والاوضه، بنمسح بقى بالطريقه العاديه. ماما ما عندهاش المساحه التركي والحاجات دي ما بتقتنعش بيها، لازم كده ايه نمسح بالارض كده ايه نبل ونمسح زي زمان كده. بصوا البلاط بصراحه زي الفل، فبيسهل على طول. اديني مسحت الاوضه وبس خلاص كده فرشتها. يعني شايفين الفرق طبعا قبل وبعد عامل ازاي يعني. قبل كانتش تتشاف بصراحه احنا كل اسبوع على كده لازم كل ما نروح نشيل الدنيا نعملها، طبعا مكان اولادنا ما بيبهدلوا واحنا بنقعد وكده. هي الاوضه بقت زي الفل اهي وكل حاجه متستفه مكانها بس نسلمني نضيف. احنا بنروح لماما نلاقي شقه نظيفه ومتروقه، احنا اللي بنبهدلها بصراحه، فلازم زي ما جينا لقيناها هي تقول لك كده زي ما جيتوا لقيتوها سلموها له زي ما انتوا جيتوا لقيتوها. طبعا ربنا يبارك في عمرها، هي قاعده لوحدها وما بتقدرش تعمل حاجه، فاحنا اللي لازم كل اسبوع نروح نعمل لها الحاجه كده. بصوا شايفين الفرق طبعا انتوا. بيوت زمان دي بس كانت اختي بقى هي نفضت الصاله كده وكان فاضل على المسح، انا طلعت بقى مسحتها، هي كانتش حابه يعني تصور روتين، فهي كانت بتساعدني انا مش بعمل كل حاجه لوحدي يعني. فهي الارض بقى هنا في الصاله بره، هي صاله مش ريسبشن يعني، صاله عاديه زي ما انتوا شايفينها كده. والبلاط بقى ايه بندعكه كده بالفرشه، بيبقى زي الفل زي ما انتوا شايفين كده، زي زمان كده وتنظيف زمان. الحاجات الجديده دي ما بتقتنعش بيها ماما، لازم كده ايه ندعك كده ونعمل، هي دي الحاجات بتاعت زمان اللي اتعودوا عليها. وده كان الاحسن والله يعني، كانت البيوت نظيفه وكل حاجه كده زي الفل. خلاص انا مسحت كده الصاله وفرشتها اهي بقى. احنا كده غيرنا، كان في بس كرسيين بره طلعنا الكنبه معاهم، وبقت القعده بره كده برضو ايه في الصاله، بس احنا ما بنقعدش برضو فيها، احنا بنقعد في الاوضه اللي انا وريتها لكم دي. عشان فيها البلكونه وكده الولاد بقى لما عايزين. بصوا كان في شويه هوا في اليوم دول حلوين ما شاء الله.
ده بيت امي كده، كل حاجه رايقه فيه وبسيطه يعني. دي بقى الاوضه كانت اختي خلصتها، فطبعا انا ما عرفتش اصورها عشان هي اللي كانت بتشتغل فيها، بس هي بقى بعد ما خلصتها. ده برضو السرير زياده جه في الاوضه، عشان هي هتلاقوا الشقه كلها بقت سراير يعني، عشان كلنا ايه، كل واحد ينام كده ويبقى مرتاحين، بدل ما كنا بننام كلنا على بعض وناس في الارض وكده. فقالت لك لا، انا هزود سراير احسن. هنا الاوضه دي بتاعت والدتي، هي بتنام على السرير ده، وهنا سرير تاني. يعني مفيش عفش كتير، حاجات كده بسيطه يعني الحمد لله. بس خلصنا بقى الدنيا بره، وكان ده بقى وقت الغدا. دخلت انا بقى اعمل الغدا، هنعمل بقى ملوخيه ونعمل شويه باميه كده، عشان ايه، نتلم كلنا ونتغدى. طبعا كلنا بنستنى اليوم دوت في لمة العيله، عشان نتلم مع بعض كده ونقعد مع بعضينا ونفتكر بقى ايام زمان. بصوا حتى هتلاقوا كل حاجه زي يعني ايه بيوتنا القديمه، يعني حلل الالمونيا الحلوه الاصيله دي بدل الحاجات اللي طلعت الجديده دي. بصي الحله زي الفل، وحاجه بتلمع، وحاجات كده بتاع يعني عيش زمان دي. هقلي بقى طبعا هنا للباميه، وهحط الصلصه، هسبك لها. طبعا لازم قرن الفلفل ده في تسبيكه الباميه بالذات، بتديها كده ريحه كده وطعم حلو، وتبقى الدنيا مشطشطه كده. طبعا الباميه دي بقى ماما كانت منضفاها وشايلاها في الفريزر، فطلعناها عملناها على طول يعني، ما خدتش وقت. بتسهل علينا الحاجات يعني، طول ما هي قاعده كده بتسلي روحها في اي حاجه وبتشيلها. اسيبها بقى تتسبك مع نفسها كده، واحط لها اللحمه كانت اتسلقت. احنا حطيت اللحمه تتسلق على بال ما نلم الدنيا بره، عشان ما ناخدش وقت يعني. اليوم بتاعنا ابتدى بعد الفطار، يعني كان في حاجات كتير عايزه اصورها لكم، بس ما لحقتش. عارفين انتوا بقى الولاد بيبقوا عاملين زيطه وبتاع، فما بعرفش اصور بصراحه يعني. انا انتوا شايفين كمان في الفيديو طول ما انا بصور رايحين جايين قدام. هحط لها بقى اللحمه كده، وبعد كده ايه هزود عليها شوربه، واسيبها بقى ايه تستوي مع نفسها. اهي حطيت شويه ميه، وبعد كده هزود شوربه واسيبها بقى ايه مع نفسها كده تستوي. هي الباميه ما بتاخدش وقت يعني، مجرد ما بتاخد غلوتين كده اللحمه بتبقى خلاص مسلوقه ولا بتسبكها، والباميه ما بتاخدش وقت، غلوتين وخلاص وبنطفي عليها. انا بقى قرطفت الملوخيه، وطبعا لازم تتغسل غسله حلوه كده. هفضل فاتحه عليها الحنفيه حبه كتير، عشان بس ما حدش يقول لي الميه ومش الميه، عشان في ناس كتيره بتسيب الفيديو كله وتعلق لي على الميه اللي مفتوحه. يعني انا بغسل بيها الحاجه. اه والله ناس كتير بنضف حاجه في الروتين، يسيبوا كل الروتين يقولوا لي الحنفيه حرام مفتوحه. طب يا جماعه، ما انا بشغله بيها وانا فاتحاها بس على الفاضي، ما انا شغاله بالميه. بس فهنا بقى هنعمل الرز اللي هو الحبه بحبه. انا قلت لكم النهارده اليوم قديم بتاع زمان يعني، كل الاكل بتاع زمان والحاجه بتاعت زمان اللي هي البركه دي بتاعت زمان هعملها النهارده. الرز حبه وحبه ده كانوا بيعملوه زمان برضو، كان طعمه بيبقى جميل جدا. احمر الرز، وهنا بقى هعمل الملوخيه. هقلب كده الملوخيه بتاعتي في الشوربه. ما شاء الله كانت الملوخيه هي اصلا خضره، فبتبقى مخضره كده يعني. ما تقولوش بقى الملوخيه بتبقى خضره، هي لازم الورق اصلا نفسه بيبقى مخضر. بصوا الرز هنا بقى جميل ازاي ومفلفل كده، وانا بحب الرز ده قوي. بس انا المشكله ان جوزي ما بيحبوش، فما بعرفش اعمله في البيت، باكله عند ماما بس. كان خلاص بقى كده الاكل خلص، غرفت بقى واتغدينا، وده كان يوم بتاعنا. اتمنى يا رب انه يعجبكم.